الناس تعتقد انه الاعشاب امينه جدا، يعني حلالة مشاكل للكثير من احسنت، الأمراض. يعني كثير من الامور يقول لك استخدم كذا عشبه، استخدم. هو ممكن صادق، هو الرجل اللي انطاه هذه الملحوظه مثلا، كأن تكون متوارثه فعليا وصحيحه، وكأن تكون هو دارس الرجل، ولكن الاعشاب صراحه هي مو امينه كليا. احنا بعض الاحيان الناس تقول لك خل اخذ هذا دواء عشبي امين. واريد نتطرق لموضوع هسه الفيسبوك طبعا والمنشورات اللي تطلع حاليا، المنتجات اللي يعلن عنها هذا امن شيء والله استخدمته يعني وكذا يقولون مرات اللي ما تنفع متضر. الجسم يستجيب له بشكل عكسي، اكو فشي صحوله يعني استجابات عكسيه دائما موجوده، يعني جدا سريعه. يعني اذا واحد انطاك فد شيء سلبي مباشره للدماغ اللي يعاز عين، اكو فد شيء سلبي مثلا على افتراض مثلا اسعى القح مثلا، فاكو فد شيء سلبي بالموضوع. الادويه اصلا هي الادويه يعني هي اصلا مثل ما نقول تستخلص كثير منها من الاعشاب. يعني هو الدواء من يصنع كثير من عندها من علم النبات، يعني يجيب العشب العالم يستخلص من عندها. بمعنى شنو؟ كمثال من هاي الادويه يعني. الاسبرين هذا الناس تستخدمه دائما، هسه ما نقول كمسكن الم لان ما عندنا الجرعه مال مسكن الم لان تضر المعده، بس الاسبرين اللي يخفف الدم. الميتفورمين مثلا، يعني هذا دواء الميتفورمين اللي هو منظم للسكر معروف، طين منظم السكر دائما الناس تصيح، هذا مستخلص من اعشاب. زين، فالقصد بالموضوع انه العشبه الواحده تحتوي ممكن عشرات الادويه. اجى العالم الصيدلي استخلص هذا الدواء المعين من تلك العشبه، بمعنى أن العشبة الواحدة تحتوي على عدة أدوية. يعني الشخص إذا أخذها مثلا راح يستفيد من ناحية معينة، لكن راح يضر من ناحية أخرى. من يقول لك هذا يعني هذه أعشاب وما بيها مضرة، أبدا خطأ هذا المفهوم. يعني هذه الأعشاب هي بيها أكثر المضرة من الأدوية. الدواء صح معدل عليه مختبريا، لكن هو مستخلص، هو دواء واحد. ننطي مثال البابونج المعروف عندنا هسه، مشهور جدا هسه، واعشاب الحظر موجوده بكل الصيدليات وممكن بالاسواق وموجوده بالمولات. فالواحد من يروح ياخذ البابونج معروف مسبقا، شاي البابونج يسوون لنا هذا التي باك والناس الشربه ولطيف على الجهاز التنفسي، لكن الناس ما تعرف انه هو يفيد للاسهال، يفيد للامساك، يفيد للغثيان، يفيد للبشره ممكن تخلي الناس على البشره، لان مضاد للاكسده. هسه بالجديد قالوا انه مضاد للاكسده ومضاد للالتهابات، يعطينا مضاد للبكتيريا. فهو اذن البابونج نفسه يحتوي على عده مركبات، كل مركب يفيد حاله معينه. يعني هسه البابونج يحتوي على مركب للغثيان اللي عباره الروح، البابونج يحتوي على مركب للاسهال، ويحتوي على مركب اخر للامساك، ويحتوي على مركب طارد للغازات، ويحتوي على مركب يفيد مضاد للالتهابات الجهاز التنفسي العلوي. ذكرتني ايضا اكو بعض الكريمات يعني يستعملون بها زيت السمسم الراشي، يعني اكو بعضهن لانه مضاد اكسده. نعم. يعني الناس تستخدم بعض الامور، هو مضاد، احسنت، الحروق مضاد اكسده هو، يعني وموجود من عنده منتجات، طبعا منتجات صيدلانيه مستخلصه، هو كاتبين عليه سيسيم اويل يعني زيت السمسم. نعم. فهو زيت السمسم فعلا، احنا ما جايين ننكر وجود الاعشاب او انه ما تشتغل، لا الاعشاب جدا مهمه جدا اساسيه. يعني انا دائما مثلا اخواننا من يسالوني مثلا بالصيدليه او يتصلون علي دكتور مثلا عندي التهاب جهاز تنفسي غيره، راسا اقول له شوف اي منطقه قريبه عنك وشوف كالبتوز. نعم. الكالبتوز معروف، احنا كنا اهلنا ما يعرفون، فركه بدينا ونجتمع، مو بس فركه بدينا، تتذكر الناس يعني من كنا قبل يعني يفورون يا الاهل تعال تغطى بغطاء على وجهك وتنفس. فهاي يعني هسه احنا من درسنا عرفنا بزيوت طياره تساعد على فتح الانف، فتح الجهاز التنفسي، فهو مهم صراحه.